زيزو بينشر اعتذار لجمهور نادي الاهلي، وامام عاشور بيرد عليه باعتذار تاني خالص. ودلوقتي يا حاج تقول لنا ايه برنامجك؟ سؤال وجيه من انسان تافه. يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ ان شاء الله تكون كويس. انت بتعملش فولو ليه يا اسطى؟ ما تعمل فولو واشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وخش في الكومنتات صلي على سيدنا النبي دعما من اخوك ابو خدير. لو انت بتشوفني من على التيك توك هسيب لك لينك اليوتيوب في الباي، ولو انت بتشوفني على الفيس هتخش هتسيب لايك وفولو وتعليق تصلي فيه على سيدنا النبي. بس صلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى اقول لك يا ابو الصحاب عن زيزو والتويته اللي نزلها امبارح بيعتذر فيها لجمهور نادي الاهلي على الاحداث اللي حصلت، ومش عايز حد يشمت في النادي او في المنظومه بتاعه النادي الاهلي، وده اكتر وقت مناسب الناس تفكك فيه النادي، وده مش هيحصل. وامام عاشور يرد عليه بستوري تاني يعني. بس يا ترى يا زيزو او يا ترى يا امام او اي حد، والاداره منعت الكلام ده. اداره النادي الاهلي نزلت بيان بتمنع فيه اللعيبه من الظهور على السوشيال ميديا. بس يا ترى يا زيزو وانت وامام، انتوا نزلتوا دلوقتي الاستوريهات دي، تمام؟ الاستوريهات دي كافيه ان هي تعوض مثلا جمهور النادي الاهلي على الاحداث اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا دول من مدرب ومن لعيبه، من تاثير من لعيبه، علشان اللعيبه قصرت برضه. هو الواحد ما انتقدش اللعيبه كتير، ولكن اللعيبه قصرت. كان جايب كل اللوم على المدرب على سيد هموشي اللي كان عندنا ده. بس لازما يا زيزو انت وامام لازما تلعبوا رجاله لحد اخر دقيقه. امام طبعا ما نكدبش ان هو فارق مع الفريق بشكل كبير، جدا. امام فارق مع الفريق بشكل كبير جدا، كان يعتبر هو الوحيد اللي بينزل ياخد الكوره من تحت وبيطلع يسلمها فوق. لما يكون لعيب خط نص عندك يبقى مفنش الموسم اللي فات هداف الموسم، يبقى اللعيب ده مهم قولا واحدا، اللعيب ده يبقى مهم. امام لما اتشال من قطعه شطرنج اتشالت من قلب اللعبه بتاعتك، وبالتالي الفرقه بانت، خط النص بتاع الاهلي بان، والدفاعات والثغرات بانت، وكل الاشياء دي بانت. احنا عندنا مشاكل في الدفاع، عندنا مشاكل في الدفاع. الباكين عندنا فيهم مشكله، عندنا في الباكين فيهم مشكله. بس لما يكون المنظومه كلها شغاله وبتكسب وبتعدي، فكل الكلام ده هيتنسي، او مش هيتنسي، هيتلغوش عليه بالبلدي كده. يعني لما يكون عندك خطأ في المدافعين او اخطاء دفاعيه او اخطاء من حارس المرمى، انت بتكسب، وبالتالي الاخطاء دي هتتنسي وهتتركن على جنب. فاحنا عايزين بس ندعم الفريق، وان شاء الله من توفيق لتوفيق. سلام.